الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن اخيرا سلسله شاومي 17 تي والتي برو. معانا موبايل من هواوي جامد جدا، معايا موبايل من البي بي كي او موبايلين او ثلاثه من البي بي كي خلاصه وجامدين وقيمه مقابل سعر. وهنفتح النار على البي بي كي النهارده. الموبايل ينزل لك من ون بلس او من ريلمي ب 5000 جنيه بره، هنا ما يجيش او يجي لحد 12000 جنيه ومعالج تعبان. يبقى من حقك تعرف بقى من السوق الصيني والسوق الهندي والسوق اللي حواليك عامل ازاي، وتعرف انا بهاجم ليه البي بي كي. تمام، فانا بحبك في الله. اول تسريبات لشاومي 17 تي وتي برو، موعد النزول، السعر، الالوان، موبايلات ممتازه جدا جدا جدا، فيديو تسريبات تقني بحت. تمام، فانا بحبك في الله. لايكك وفولو، صلي على النبي، هتلاقي الشير بتاعك وتعالى معايا. طبعا اول جهاز من هواوي الغاليه، الملكه هواوي، وفي كل بيت عندنا هتلاقي هواوي قاعده مربعه في عرش قلب كل واحد فينا. انا واحد منهم بحب هواوي، هي مش موجوده بس مش لازم اكيد اخد فلوس عشان اتكلم عنها، بس لازم ان انا يجي لي الجهاز عشان اتكلم عنها. هواوي جميله جدا، تجربه شخصيه 10 سنين معايا شخصيه، اعلى موبايل بيدي اعلى قيمه مقابل سعر. هل هواوي ترجع الايام الجايه؟ ده اللي هنقوله في الفيديو ده. هواوي نوفا 15 برو ماكس، الموبايل ده ممتاز جدا، تسعير في الجون بامكانيات ممتازه. طبعا معالجات كيرن لا خلاف عليها، وعندهم حظر على المعالجات. بطاريه 8500 ملي امبير، شحن سريع 40 واط، 256 جيجا رام 8، الشاشه اولد، اعلى وانضف انواع الشاشات بتستخدمها هواوي، وانضف خامات التصنيع عن تجربه. هرتز 120 هرتز الشاشه، 2160 هرتز فليكرنج بيحموا عينك. كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، بتصور 4K، 256 جيجا رام 8، ومعاك واي فاي 7 بلوتوث 5.4. الموبايل ده فيها متوسطه جامد، نازل لك هنا ونازل في كل الوطن العربي. طب سعره كام يا محمد يا مصطفى؟ اقول لك نزل سعره ب 400 يورو، يعني هينزل لك مصري فرنج ال 20 25000 جنيه، وهو مش بتأفور اسعارها. تقييم الجهاز الهواوي 10 من 10. اكتب لي في الكومنتات هواوي قادره تنافس ولا لا، وتجربتك مع شركه هواوي. بعد كده هنتكلم عن ريلمي نارزو 100 لايت. الموبايل ده نازل لك بره ب 5000 جنيه، المفروض يجي لك مصر من 5 ل 7، يا عم 7 اعلى سعر ليه. 128 جيجا رام 6. بالامكانيات دي موبايل ممتاز. الشاشه اي بي اس ال سي دي 120 هرتز 900 نتس، عظمه بالسعر ده. معالج دايمنستي 6300 ممتاز 5 جي يا اسطى، وعظمه على دماغي بالسعر ده. ينزل بره وما ينزلش هنا ليه؟ بطاريه 7000 ملي امبير، شحن سريع 15 واط، بلوتوث واي فاي وده 5، مش هدق على النقطه دي. كاميرا اساسيه 13 ميجا بكسل، وكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل. بالامكانيات دي بالسعر ده مع ريلمي يو اي 7 واندرويد 16 وثلاث سنين تحديثات اندرويد، عظمه. طب الاجهزه دي يا اسطى ما بتنزلناش مصر ليه؟ هينزل لك مصر لو فكر ان هم ينزلوه، هينزلوا لك معالج 685 4 جي ويقولوا لك 15000 جنيه ادفع ايها المواطن. ده صح اللي انتوا بتعملوه؟ اكتب لي في الكومنتات. طبعا ون بلس نورد 6 سي اي هايبريد 68 69 كي، طبقه حمايه عسكريه، عظمه بالسعر ده. معالج 7 اس جين 4 مع سرعه النقل يو اف اس 3.1، 256 جيجا رام 8. كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا اماميه 32 ميجا بكسل، بيصوروا 4K. كده احنا خلصنا. لا اهدى، الشاشه اموليد 144 هرتز 4000 هرتز فليكرنج بيحمي عينك، والبيك برايتنس بيوصل معاك ل 4000 هرتز. خلصنا، اهدى. واي فاي 6 بلس 5.4، بطاريه 7000 ملي امبير، شحن سريع 80 واط. السعر كام؟ $250. يجي لك مصر بكام؟ 15000 جنيه. لا يا عم خليها 20000 وتنزلي ون بلس 6 سي اي بالسعر ده، 256 جيجا رام 8 بسرعه النقل 3.1. نزلوا لي يا عم ضمان محل في مصر ب 20000 جنيه. هو سعره يا عم $250. لا يا عم خليه 20000، زود عليه $150 كاملين مصاريف نقل وشحن. لكن لا، يجي هنا يقول لك ايه؟ لا لا لا، كفايه عليكم يابا ان انتوا تاخدوا الرينو 14 اف، كفايه عليكم ان انتوا تاخدوا النوت 60 لايت، ولا اسمه ايه، الفيفو في 60 لايت. كفايه عليكم ان انتوا هنا تاخدوا الريلمي مش عارف كام. ضحك بالسعر ده يا اسطى. الناس دي احسن مننا بره واحنا هنا، ولا محمد مصطفى بيتهاجموه عشان خاطر محمد مصطفى فاهم الفناكيش وعارف هو بيقدم ايه، وعارف ان السوق الاوروبي مش بيسمح بالكلام ده. ليه بقى مش بيسمح بالكلام ده؟ عندهم مكسب واجهزه، وانت في اجهزه، وبيراجعوا على اجهزه جهاز جاهز، ويقول لك الجهاز ده شارطين على ايفون من اول 2027 البطاريه هتنزل تاني مش بيلت ان، ينفع تغيرها عشان يسهلوا على المواطن. حاجه تانيه يقول لك لا نسبه البيع كذا، نسبه الربح كذا، من 10 15%. هي نسبه الربح بتوصل ل 100 200%. ولما اجي اتكلم نتهاجم. اتقل، بجهز لكم حاجه كويسه. ايه رايك في الجهاز ده؟
بسعر 20000 يا عم، هو بره ب 12500. لا يا عم انا عايزه يجي لنا ب 20000. ايه رايك؟ انا شعرت لك على 20000. عرفت ان انت بيضحك عليك اول مواطن؟ ارزع لايك. خلينا بقى نتكلم عن سلسله الشاومي 17 تي. الموبايل ده هينزل يبيع ويضيع زي بتاع السنه اللي فاتت، وزودوا البطاريه 1000 ملي امبير. البطاريه 6500 ملي امبير، شحن سريع 67 واط، بريميوم بالسعر ده. شاشه اموليد، دولبي فيجن، اتش دي ار 10 بلس، عظمه، والبيك برايتنس ممتاز. ومعاك هنا 68 بليون كلر، 120 هرتز، 68 بليون كلر. يعني هنشوف شاشه 10 بت الوانها تحفه في فليكرنج بيحمي عينك 4000 هرتز. معالج دايمنستي 8500 الترا، 256 جيجا رام 12، 512 جيجا رام 12، سرعه النقل يو اف اس 4.0. شاشه ممتازه، بطاريه ممتازه، كاميرات ممتازه، وسيستم كاميرات تحفه يخلق زي ذات نفسه. ماليش دعوه بقى بالتعاون مع اسم شركه معينه علمانيه، اللي هي دعوه بسيستم الهاردوير الداخلي عامل كام، وعامل ايه، واسم كل معالج ايه، واسم كل سنسور ايه. ما انا بدفع فلوس في حاجه مش في اسم مثلا ايه التابلت ده هواوي او ايفون ولا ايه بمليون جنيه. لا يا عم، في تابلت ب 5000 جنيه ونفس الامكانيات. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ واي فاي 6 اي بلوتوث 5.4 بالسعر ده، عظمه. تيجي تسالك يا محمد مصطفى تطورات الجهاز ده، اقول لك الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل بتصور 4K، وضافوا فيها الاتش دي ار 10 بلس في الكاميرا. كاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل، وكاميرا تيليفوتو 50 ميجا، وكاميرا اماميه 32 ميجا بكسل بيصوروا 4K الاساسيه والخلفيه. بالسعر ده يا اسطى، عظمه. طب سعره كام؟ اعلى نسخه هنا هتنزل لك 35000 جنيه، اعلى نسخه. قول لي ايه رايك في الكومنتات. واللي خبوا ال 115 تي برو واللي قعدوا يعملوا لك فيلم، الجهاز ده ينزل يبيع ويضيع. وعلى نسخه ده اسوأ سعر ده لاسوأ سيناريو، يعني 35000 جنيه ده اسوأ سيناريو ممكن ينزلوا سعره. مستحيل ينزلوه اعلى من كده. لو انا افورت في السعر اللي انا قلت 35000 الضمان ايه. قول لي ايه رايك في المي 17 تي العادي، وهيبيع ولا لا؟ فهمان فنان بحبك في الليله، ما حدش اشترك. طبعا خلينا بقى نتكلم على الملك الاخير، الشاومي 17 تي برو. الموبايل ده ممتاز جدا. معالج دايمنستي 9500، سرعه النقل يو اف اس 4.1، 512 جيجا رام 12، 1 تيرا رام 12، 1 تيرا. لاعلى نسخه اللي هي ال 1000 دولار او 1000 يورو، يعني هينزل لك مصر 50000 جنيه. طب هو ولا الهونر 600 برو؟ خلينا ينزل ونشوف ونقارن. الشاشه اموليد 144 هرتز، 68 بليون كلر، يعني 10 بت، دول فيجن اتش دي ار 10 بلس، وفليكرنج بيحمي لك 4000 هرتز، هايبريد 68، ظهر زجاج بفريم الومنيوم، عظمه بالسعر ده. طبعا حمايه كورنينج جوريلا، ما قالوش ايه عشان ما احورش وافتي عليك. لا ما قالوش ايه، طبعا حمايه كورنينج جوريلا وخلاص. هل هيخلوها فيكتس 2 بلس؟ هيخلوها 7 اي؟ الله اعلم. معاك بلوتوث 6، واي فاي 7، بطاريه 7000 ملي امبير، شحن سريع 100 واط، شحن وايرلس 50 واط، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، مستشعر ابن لذينه، كاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل، وتليفوتو 50 ميجا بكسل، واماميه 32 ميجا بكسل. قول لي رايك في ده سفاح الهاردوير. سعره كام؟ 1000 دولار 1000 يورو. يا ريت يجي لك هنا في رينج ال 50000، وهيجي لك هنا في رينج ال 50000، لانه لو علّى مش هيبيع. صح ولا لا؟ اكتب لي في الكومنتات تقول لي ايه رايك في الاجهزه كلها اللي انا عملتها لك. تمام، فانا بحبك في اللي لايكك وخلص على النبي، ومع السلامه.